السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي عباقرة الرياضيات. درسنا لهذا اليوم تصنيف الأعداد باستخدام مخطط فين للصف الثاني. أهدافنا لهذا الدرس أن يصنف التلميذ الأعداد، مثلا أعداد فردية وزوجية، وأعداد من مضاعفات العدد 2 أو 5 أو 10. أن يفهم التلميذ الأعداد الفردية والزوجية ويميزها حتى 20 على الأقل. يستخدم مخطط فين لتصنيف الأعداد أو الأشياء وفق معيار واحد، ويبدأ بتصنيف الأعداد أو الأشياء وفق معيارين، ويفسر خياراته باستخدام اللغة المناسبة بما في ذلك استخدام ليس. طلبت المعلمة من فهد ومريم تصنيف بعض الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد. لدينا بعض الأشكال هنا، لدينا مربع ومثلث، دائرة، أيضا هناك مجموعة من المثلثات بأشكال وألوان مختلفة، وهنا خماسي ومستطيل. طلبت المعلمة أن يصنفوا هذه الأشكال، فقالت مريم: أنا سأجمع المثلثات، وقال فهد: أنا سأجمع الأشكال ذات اللون الأزرق. جمع كل من مريم وفهد الأشكال التي لديهم. جمعت مريم المثلثات، وجمع فهد الأشكال التي لها لون أزرق. اختلف الاثنان على المثلث، فالمثلث لونه أزرق وهو ينتمي إلى مجموعة فهد. هذا المثلث لونه أزرق ينتمي إلى مجموعة فهد، وأيضا هو من ضمن المثلثات التي تجمعها مريم. اختلف الاثنان، فكل يقول إن هذا المثلث ينتمي إلى مجموعته. فقال فهد: هذا المثلث لي لأن لونه أزرق، فأخذه. في حين قالت مريم: هذا المثلث لي لأنني أجمع المثلثات، فقامت بأخذه. هنا اختلف الاثنان. علينا إيجاد حل لمريم وفهد بحيث يكون المثلث الأزرق في مجموعة مريم وفي نفس الوقت في مجموعة فهد. فماذا سيفعل الاثنان؟ يجب أن ندخل الدائرتين معا بحيث يكون المثلث الأزرق في كلا الدائرتين. هكذا أصبح المثلث في كلا الدائرتين. يسمى هذا المخطط بمخطط فين، وهو طريقة لتصنيف الأشكال أو الأشياء أو الأعداد وغيرها من الأشياء، وهذه الطريقة تستخدم المجموعات التي تشترك في بعض العناصر بين المجموعات، كما حدث في المجموعتين، مجموعة مثلثات ومجموعة أشياء لونها أزرق. فاشترك الاثنان في المثلث الأزرق، وهو العامل المشترك بين المجموعتين، مجموعة المثلثات، مجموعة الأشكال التي لونها أزرق. اشترك الاثنان في المثلث. هذا الجزء هو الجزء المخصص للعناصر المشتركة بين المجموعتين. هيا الآن لنستخدم مخطط فين في تصنيف بعض الأعداد ك15، 30، 16، 75، 94 و2. قبل أن نصنف الأعداد علينا التعرف على بعض خصائصها. أولا، التعرف على الأرقام الزوجية. الأرقام، لفظ كلمة رقم هي الأعداد من 0 إلى 9. الأرقام الزوجية كما تعلمناها سابقا 0 و2 و4 و6 و8. الأعداد الزوجية هي الأعداد التي آحادها رقم زوجي. 80، 58، 12 أحدها 2، 6 و70، 190 أحدها 0، إذن هي عدد زوجي. 34.
الأرقام الفردية هي 1 3 5 7 9. الأعداد الفردية هي الأعداد التي آحادها رقم فردي. 21 آحادها فردي. 27 آحادها 7 عدد فردي. 53. 45. 461. 69 آحادها 9 وهو عدد فردي. مضاعفات العدد 5 آحادها إما 0 أو 5. جميع الأعداد التي آحادها 0 أو 5 هي من مضاعفات العدد 5. 20 آحادها 0. 75 آحادها 5 إذن هي من مضاعفات العدد 5. 15 آحادها 5. 40 آحادها 0. 180 آحادها 0. 35 آحادها 5 إذن هي من مضاعفات العدد 5. أيضا سنتعرف على مضاعفات العدد 10. جميع الأعداد التي آحادها 0 هي من مضاعفات العدد 10 كال20 50 10 40 170 والثلاثون والتسعمائة. مضاعفات العدد 2 هي جميع الأعداد الزوجية. لنتذكر الأرقام الزوجية 0 2 4 6 8. جميع الأعداد التي آحادها عدد زوجي هي أعداد زوجية وهي من مضاعفات العدد 2. 20 54 12 48 136 30 972. الآن التمرين يقول: صنف الأعداد إلى مجموعتين. المجموعة الأولى إلى مضاعفات العدد 2 وهنا مضاعفات العدد 5. سنقوم بتصنيف 2 15 30 16 75 و94 ونجد العامل المشترك بينهما سيكون في المنتصف. من مضاعفات العدد 2 الاثنان. من مضاعفات العدد 5 15. 16 من مضاعفات الاثنان. 75 من مضاعفات الخمسة. 94 من مضاعفات الاثنان وهو عدد زوجي. والثلاثون من مضاعفات الاثنان لأنه عدد زوجي آحاده 0 وهو أيضا من مضاعفات العدد 5 لأن آحاده 0. إذن 30 عامل مشترك بين مضاعفات الاثنان ومضاعفات الخمسة. التمرين الثاني. المجموعة الأولى أعداد أصغر من 30 والمجموعة الثانية مضاعفات العدد 10. لدينا 7 25 20 10 60 80 و100. 7 من أصغر من 30. 60 من مضاعفات العدد 10. 25 أصغر من 30. 80 من مضاعفات 10. 100 من مضاعفات 10. بقي لدينا 20 و10. 10 تعتبر عامل مشترك بين مضاعفات العدد 10 وهي أيضا أصغر من 30. 20 تعتبر عامل مشترك بين المجموعتين، هي أصغر من 30 وهي أيضا من مضاعفات العدد 10. تمرين رقم 3. المضاعفات الخمسة في المجموعة الزرقاء، وهنا في المجموعة الحمراء أكبر من 20. الأعداد الأكبر من 20 لدينا 5 45 30 10 31 72 و6 و90. الخمسة من مضاعفات العدد 5. 31 أكبر من 20. 10 من مضاعفات الخمسة. 72 أكبر من 20. 96 أكبر من 20. بقي لدينا 45 وهي من مضاعفات الخمسة لأن آحادها 5 وهي أكبر من 20 أيضا، لذلك هي عامل مشترك بين المجموعتين. أيضا لدينا 30 وهي أيضا من مضاعفات العدد 5 لأن آحادها 0 وهي أيضا أكبر من 20، إذن تعتبر عامل
مشترك بين المجموعتين. انتهى درسنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.